السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة طاجن سيبيا أو السبيط لذيذ جدا. هيكون من ألذ الطواجن اللي ممكن تاكلوها زي ما اللي بتاكلوها في المطاعم كده. هنعملها في البيت بس هنعملها حاجة خطيرة جدا. تعالوا يلا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا 3 من البطاطس قطعتهم مكعبات كبيرة شوية زي ما احنا شايفينها كده، غسلتها وسبتها في ميه منقوعه علشان البطاطس ما تسودش. معايا بقى هنا السيبيا دي حجم صغير جدا، ولو كانت كبيره هنحشيها. السيبيا دي علشان هي حجم صغير فمش هينفع تتحشى، فهعملها على طول على صينيه البطاطس زي ما احنا شايفينها كده، متنضفه كويس جدا بالملح والدقيق، دعكتها فيها وبعدين شطفتها وحطيتها في مصفى الصفة، عصرت عليها ليمونتين وبعد كده شطفتها تاني وسبتها في المصفى. معايا هنا حوالي 5 معالق من الشبت. معايا كمان بصلة كبيرة متقطعة سلايز. معايا بقى البهارات، نص معلقة من كل حاجة: كمون، بابريكا، كزبرة، كركم وبهار سمك. والملح هتبقى نص معلقة كبيرة أو على حسب الرغبة. هجيب السيبيا بعد ما اتصفت كويس او السبيط زي ما بيسموها بعض البلاد، واحط معلقه من الدقه او الخليط اللي عملناه مع بعض قبل كده: الفلفل الالوان مع الثوم مع البهارات، الكمون والبابريكا والكركم والملح والكمون والكزبره. وبتبقى حاجه بسيطه من الفلفل الاسود، البرطمان ده عملته معاكم قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. حطيت بقى معلقة منه وتبلتها كويس جدا، قلبتها فيه. جبت بقى الصينية اللي هعمل فيها علشان ما نستهلكش أدوات كتير. هجيب الصينية اللي هعمل فيها وحطيت فيها حوالي معلقة زبدة كبيرة. هسيبها تسيح شوية. هحط كمان معاها حوالي معلقتين 3 من الزيت. هنزل بقى بالسيبيا بتاعتي بعد ما سبتها حوالي نص ساعة أو ساعة متبلة. هنزل بيها بقى وهشوحها، لازم يكون الطاسة أو الصينية سخنة علشان أنزل بيها تاخد صدمة على طول، ما تنزلش السوائل منها. وأول ما أحطها هسيبها بقى تاخد صدمة وبعد كده هقلبها تقليبتين. بعد كده بقى هشيلها وهفضيها في نفس البولة علشان قلت لكم ما نستهلكش مواعين كتير. وفي نفس الصينية هحطها تاني على النار وهحط فيها حوالي 3 معالق من الزيت. هحط بقى عليها البصلة اللي قطعتها سلايز، وهحط عليها البهارات اللي قلنا عليها، اللي هي كانت عبارة عن نص معلقة من الكمون والبابريكا والكزبرة والكركم والبهار السمك، وكمان الملح كان على حسب الرغبة أو نص معلقة كبيرة. هقلب بقى لغاية ما أشم ريحة التوابل دي مع البصلة، بتطلع ريحتها بجد خطيرة جدا. بعد كده هنزل بحوالي معلقتين كبار من الشبت، مش هنزل بالشبت كله. هرجع أقلب تاني تقلبتين. الشبت بقى مع البصلة مع التوابل، الريحة خطيرة جدا. بعد كده هنزل بقى بالبطاطس اللي قطعتها مكعبات وبعد كده غسلتها وصفيتها ونزلت بيها على باقي المكونات. هشوحها بقى تشويحة كده حوالي دقيقة، مش أكتر من كده. كل الحاجات دي بتطعم بقى من التوابل، يختلف طعمها خالص غير انك تعمليها بالطريقة التقليدية. كل دي بيطلع في الاخر طعم خطير جدا لصينية البطاطس بالسيبيا. بعد كده بقى هنزل بالسيبيا او السبيت، هنزل بيه على البطاطس بالصوص بتاعها. لو عندك شوربة جمبري كمان بتكون خطيرة جدا، تقدري تحطي الشوربة عليها، بيكون طعمها حلو جدا. معايا بقى هنا صلصة بيتي، هنزل بحوالي نص كوباية من الصلصة دي بعملها مركزة، بتكون زي الجاهزة بالظبط. هقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعض زي ما احنا شايفين كده لغاية ما كل المكونات تتلون بلون الصلصة، لغاية ما بقت بالشكل ده. بعد كده بقى هزود مية، طبعا لازم تكون بتغلي ميه من الكاتل، يعني سخنتها او غليتها، وهتحطيها عليها اقلبها وهسيبها تاخد غلوتين على النار من فوق. اظبطي ملحك بقى، لو انت محتاجه ملح حطي.
وقطعت فلفلاية حمراء وليمونتين طرنشات وحطيتهم كده على وش الصينية من فوق علشان تدي شكل حلو، وكمان الليمون يدي مزازة لصينية البطاطس بالسيبيا. هدخلها بقى الفرن على اول رف من تحت على درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي، وبعد كده تقدري تولعي عليها الشواية، او لو اخدت وش خلاص ما تولعيش الشواية. وطلعت معانا بالشكل التحفة الخطير ده، والريحة جميلة جميلة جدا، وكمان الطعم مش قادرة اقول لكم قد ايه حلوة قوي. تعالوا بقى نغرفها مع بعض ونشوفها. وطبعا حطيت عليها باقي الشبت اللي كان متبقي معايا، حطيتها على الوش من فوق، وكمان الشبت ده وهو محطوط على على البطاطس وانت بتاكليه بيدي طعم كمان حلو قوي، مع الشبت اللي محطوط اساسا مستوي في الصينيه، بيكون الطعم حلو جدا. تعالوا بقى نغرفها مع بعض. وانا هنا عملتها مع رز ابيض، وده بيكون مناسب جدا مع البطاطس بالسيبيا. يلا بقى، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.